السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى رحت السوق وجبت بقى كرنب. تعالى اقول لكم بقى ازاي هنعمل الكرنب وازاي نخزنه. الكرنب دلوقتي رخيص، تعالى اقول لكم ازاي نعمله. انا كنت جايبه الكرنبتين دول كانوا عاملين 15 جنيه. هقول لكم ازاي عملتهم. زي ما انتم شايفين كده انا جبت الكرنبتين اهو. ساعات نقول الكرنب الصغير ده مش هيطلع ورق ياما، لا الكرنب الصغير بيطلع ورق ما شاء الله. ده كرنب بلدي. إيه ما شاء الله ما شاء الله، يعني الكرنبه الواحده عملت معايا حلتين حلوين. هتشوفوا دلوقتي معايا وهتشوفوا ما شاء الله بتطلع ورق ياما ازاي. اهم حاجه وانت بتجيبي الكرنب اتاكدي ان الورق اللي انت بتجيبيه ما يكونش عروقه كبيره. بصي فيها كده من جوه هتلاقي ان عروقها كده مش كبيره. دي من الحاجات المهمه وانت بتشتري الكرنب، عشان اللي بتبقى عروقها تخينه كده بتبقى بتتكسر بسرعه. فدي اهم حاجه وانت بتشتري الكرنب. هاتي اللي بصي في الكرنبه كده ما يكونش عروقها من جوه تخينه، تبصي عليها كده، لان لو جبتي اللي هي عروقها تخينه هتلاقيها بتتكسر بسرعه. دي اهم حاجه. انا جبت كده الكرنبتين اهم. قلت هعمل معاكم فيديو كده ازاي نعمل الكرنب عشان لو حد حابب يخزنه ولا حاجه. ده موسمه دلوقتي لو احنا عايزين نخزنه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اهو هتجيبي الكرومبه كده وتقطعيها من تحت كده، تشيلي الجزء اللي تحت ده كويس كده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. بقطعه كده عشان لو حد اول مره يعمل الكرومبه ولا حاجه يشوف ازاي بيتعمل. يعني انا بعمل فيديوهات بالراحه عشان لو حد بيتعلم مننا يتعلم بالظبط، ما يبقاش ايه وديله كل الحاجه بصح يعني. اهو بص بقطع الجزء اللي تحت ده كده اهو، وهبدا اعمل كده بالسكينه عشان اشيل الحبه اللي هما جوه دول كده اهو. بصوا كده اهي زي ما انتم شايفين كده اهو، بس السكينه كانت كبيره فكنت بعمل بيها بالراحه اهو. بصوا كده حفرتها كده من جوه كده، وهبدا بقى احطها كلها في الحله كده لانها كرومبه صغيره، بس ما شاء الله بتطلع ورق يعني. تحسي ان هي مكبوسه ورق يعني ما شاء الله. حتى الورق الاخضر ده انا مش هرميه، ده حلو جدا عملته طلع جميل جدا جدا. وكمان بتحطي منه جزء كده في قعر الحله بيبقى حلو برده، ما يلزقش المحشي ده حتى في الحله اهو. قطع الجزء كده كمان اهو. انا عملت واحده وشلت واحده في الفريزر، يعني كميه ما شاء الله اللي هي عملتها الواحده. عملت كميه حلوه قوي، وهوريكم ازاي تقطعيه بسهوله اهو. بصي اهم حاجه تشيلي الجزء اللي تحت ده كده وتحفري حواليها كده عشان ايه لما تسلقيها تبقى سهله في السلق اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني لو عايزه تجيبي الكرنب دلوقتي كل مثلا مره كده تجيبي لك كرنبتين، تعملي واحده وتشيلي واحده، تخزنيه بقى دلوقتي كده عشان كل سنه وانتم طيبين عشان رمضان. هي حلوه قوي اهو. زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله فيها ورق ما شاء الله عليه اهي. فتحتها كده. حلاوه الكرنب الصغير ده ان هو بتسلقيه مره واحده في الحله، عكس الكرنب الكبير بقى بتقعدي تفرفطي ورقه ورقه. فده اسهل في كده يعني. جبت حله بقى كبيره كده، حطيت فيها شويه كمون كده، دي ميه وحطيت فيها شويه كمون كده. الكمون مهم جدا في الكرنب عشان ما يتعبناش، لازم تحطي كمون على الميه وتنزلي بالكرنبه كده اهي. نزلت بيها كده اهو. وحطيت الورق الاخضر برده كمان اهو. هسلقه كده عبال ما ايه ما هي تتسلق. انا بطلع الورق النص طياب، يعني مش بطيبه جامد عشان ما يتهريش مني. بتديله سلقه كده نص طياب. بصي اول ما تحسي ان هو بدا يفك بتديله يعني تقلبيه تقليبه كده تروحي مطلعاه. بتحسي ان لونه غير كمان، تعرفي ان الكروم اهو. بصي خلاص كده اللي عملت دي كده تعرفي انها اتسلقت اهي. اهي بتاخد بس تقليبه في الميه وتروحي ايه مطلعاها. بتطلعيها بقى وتفرديها كده على حاجه وتحاولي تصفي الميه اللي فيها. مهم قوي تصفي الميه اللي فيها عشان الميه ما تهريهاش، لان انت لو ما صفيتيش الميه اللي هتطلعيها منها الميه دي ممكن تهريه، لان انت ما يتهريش في السلق، يتهرى لو انت سبتيه. لان برضو ما بيطلع بيبقى فيه ميه والبخار وكده ده بيتهريه. فانت طلعيه نص طياب وصفي الميه. بصوا يعني انا بطلعه كده وبعد كده بصفي الميه تاني كل ما تطلع ماشي، او ممكن تحطيه على مصفى يعني. خلاص بقول لكم كل الحاجات، يعني لو اي حد مش بيعرف يعمل الكرنب هيبقى استاذ فيه بالطريقه دي اهو. بصوا اهو يا دوبك بس بتفك كده وبحطها في الميه، ما يجيش 5 دقايق كده واروح شايلها. بصوا اهو. انا والله ما سرعت الفيديو عشان تشوفوا الحاجه دي لو حد اول مره يعمله. يعني لو شايفه ان اي حد مثلا لسه اول مره يعمل الكرنب بيشوف الحاجات دي يتعلم صح يعني اهو. شايفين الورق بيفك ازاي اهو.
بصوا بتصفيه كده، اهم حاجه تصفيه وتحطيه فرديه كده عشان ينشف، وتصفي الميه دي. بصوا بجيبها كده في الاخر كده واروح مصفيه اللي جم في الطبق ده عشان ايه ما يهريش الورق. خلاص اهو. اهو بصوا، بصي الورق، بصي بصي الورقه بتفك بسهوله ازاي اهي، ولا تتهرى منك ولا تتقطع ولا تتكسر اهي، كل سهوله في الميه اهي. حلو قوي الكرنب الصغير ده، جربوه بجد هيعجبكم. ما شاء الله ما شاء الله، بيطلع كميه ورق حلوه قوي وسهل في العمايل عن الكرنب التاني. يعني جربتي الكرنب ده هيعجبك عن الكرنب التاني. بس ان شاء الله مره كمان هعمل لكم برضو الكرنب التاني إيه ازاي برضو نقطعه ورقه ورقه كده نطلعوها ازاي من غير ما يتكسر مننا، هعمله لكم ان شاء الله. اهو بصوا ورق كله ما شاء الله بيطلع سليم حلو، ورقه كبير حلو مش صغير. انا سيبت الجزء ده كده عشان تشوفوه ازاي هي بتطلع الورق وازاي بسلق فيها الورق. بعمل ورقه ورقه كده بتتسلق وما بيتهريش ولا حاجه، وبيطلع حلو، وهنقطعه كمان هيطلع حلو، هيدي نتيجه معايا حلوه. اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو بصفيه واروح حاطه اهو. بقلبها طبعا ليه على الناحيتين عشان الميه مش مغطياها كلها، انا ما كنتش حاطه ميه كتير قوي يعني. دي حسيت انها ما اتسرقتش فيها جزء كده ما اتسرقش فحطيتها تاني. مش بتاخد حاجه يعني. بصي هي بس الجزء اللي مش ما خدش دقيقه وشلتها اهي. انا مش مسرعه خالص، ده كله كده على الطبيعه يعني. اهو بصوا انا بعتبركم اخواتي كده يعني، بعلمكم، احنا نتعلم من بعض يعني. انا اعلمكم كده، ولو حد شايف حاجه انا بعملها غلط اكتبوا عادي، ما عنديش اي مشكله، مش بتضايق من اي تعليقات. لان احنا يعني الواحد بيتن يتعلم لحد ما يموت، بيتن يتعلم طول ما انت في الحياه كده بتتعلمي. تعلمي بقى يعني. انا شايفه ان احنا نعلم اولادنا، إيه نتعلم من الناس الكبار، لان بناخدي خبره. اهو بصوا بحط الميه كده. بصوا بصوا ما شاء الله ما شاء الله. ادي شايفين الورق كتير ما شاء الله ازاي. اهو سبتها كده عشان تشوفوها، عشان لو حد ما جابش قبل كده الكرنبه الصغيره بصوا يشوف نتيجتها حلوه ازاي. هما بيسموا الكرنب ده بلدي. في كرنب صغير كده هتلاقيه ارخص من ده إيه، بس مش هيطلع ورقه زي ده كده. ده اسمه الكرنب البلدي، بيبقى تحس ان هو مليان ورق ما شاء الله يعني. وكمان ما تلاقيش فيه ورق اخضر كتير يعني، هو بس اللي هو على بره ده ما تلاقيهوش من جوه فيه ورق اخضر كتير يعني. شايفين بصوا اهو بسلقه بالطريقه دي كده اهي. بقلب الورق الكرنب قصدي يمين وشمال كده لفوق وتحت، وبتتسلق كده اهي. والورقه اللي بتتسلق بتطلع يعني، بتفك يعني. زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد ما سلقتها بقى كلها، جبت حله كده حطيت فيها شويه زيت، وهجيب البصل بقى. معلش الاقامه. جبت البصل كده اديته تشويحه كده، وحطيت عليه شويه ملح وفلفل وشويه بهارات لحمه، واديته تشويحه، ونزلت عليه بالطماطم. معلش هنا الطماطم ضربها في الكبه عشان الخلاط بتاعي بايظ.
وجبت بقى الورق اهو، هبدا اقطعه معاك اهو. بشيل الجزء العرق ده كده اهو، وببدا اتنيها او افردها عادي اللي انت عايزاه اهو. تقدري تقطعيها كده اهو، بس روحي بس من حته بعيده شويه عشان ايه، عشان العرق يعني اهو. وعملتها كده اهو. بصوا ما شاء الله بتطلع ورق مش بهدر منها حاجه اهو. اهو بصوا بعمل بصبعي كده عشان يبقى ايه، قد الاربع صوابع يعني اهو، ما يبقاش كبير قوي اهو. اهو اهو اهو. كل ورق ما شاء الله حلو اهو. بصوا بجيب الورقه كده افردها اظبطها كده. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. الله اكبر لا اله الا الله. ايه زي ما انتم شايفين كده إيه تنيته، وبشيل منه العرق كده اهو. بصوا اهي اشيلت منه العرق كده، وتنيت الورقه كده اهو وقطعتها كده اهو. افتحيها بقى وقطعي ده كده، الواحده تبقى يا دوبك تتلف اهي. بصوا اهي اهي اهي. شايفين؟ ظبطت كله بقى بنفس الطريقه كده عملته. كان فاضل لي بقى الكرومبه التانية يعني، دي كلها عملت كرومبه واحده. حبيت بس ما احطهمش على بعض عشان تشوفوهم، اعمل كل واحده تشوفوها. وانا حشيت واحده، والحله دي انا عملتها، ودي يمنى عملتها اهي. ما شاء الله دي والله كرومبه واحده بس هي عملت كده، والباقي حطيته في الفريزر. وجبت شوربه كده تكون مغليه تحطيها عليها، بس دي الشوربه كانت عندي، كنت بقول لكم انا ضاربه الطماطم في الكبه فما صفيتهاش. انا بحب يعني هنا الطماطم بحطها بحالها يعني. حطيتها كده على المحشي اهي، وتكون سخنه بتغطي بس ايه وش المحشي بس كده اهو. بصوا اهي زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. يعني همسك الحله كده احركها كده. بصوا كده اهي شربت الميه، الميه دوبك مغطياها. انا كده خليها كلها تشرب الميه يعني، يا دوبك الميه تكون ايه مغطياها كده خلاص كده. حطيتها بقى على النار تتشو على نار هاديه كده تبدا تطيب. وبعد في الاخر كده حطيت لها معلقه سمنه كده على الوش، كان طعمها رهيب جدا جدا. قلبتها بقى اوريها لكم لما قلبتها اهو اهو. بصوا هقلبها كده اوريها لكم. بصوا ما شاء الله ما شاء الله اهي. بصوا مفيش حاجه لازقه في الحله. طيب كله من اول واحده لاخر واحده كله طيب حلو اهو. والحله بتاعت يومنا كمان اهي اهي. لما بتفرشي الحله ورق ما بتلزقش ومفيش حاجه بتتحرق، ويبقى حلو اهو. بصوا ما شاء الله اهو. وحمرت جنبه شويه بطاطس كده وسلقت لهم بيض، وقضينا اليوم ده كده عادي. اكله حلوه بتدفي في الشتاء. جربوا كده الطريقه دي وقولي رايكم في التعليقات. اتمنى بقى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. حفزوني كده باللايك عشان اشجع واعمل لكم فيديوهات كتير. واقول لكم يلا مع السلامه. ايه يا ابني اسمع، هتصور كده امسكه كده. بص الصور ماشي، اسكندرية بص الصور حلوه ازاي ماسك ازاي نفسه ازاي. 1996 بصوا موظف مبيعات